اللي بيحصل في الاهلي حاليا كارثه بكل المقاييس، كارثه اداريه وكارثه فنيه في الفريق. هنتكلم على لعيبه النادي الاهلي. اللي ناقصك كلاعب في النادي الاهلي علشان يكون ذهنك ما هوش صافي انك تلعب كوره كويسه. فلوسك وبتقبضها في ميعادها، مكافآتك وبتقبضها في ميعادها، بتركب احسن عربيات ربنا يبارك لك، ساكن في احسن بيوت ربنا يبارك لك. ايه اللي يخليك ما تلعبش كوره؟ ليه منافسين على بعض؟ ليه اللعيبه بتحقد على بعض؟ ليه؟ نيجي للاداره. اداره الكره في النادي الاهلي ادارت الملف الكروي اداره سيئه، من اول التعاقدات اللي ادت للخلل الفني اللي احنا فيه، انك تمشي لاعب زي علي معلول وما جبتش البديل، انك تعمل اغرب انتقال في التاريخ، تجيب محمد شكري وتمشي كريم الدبيس والاتنين بنفس المواصفات، انك تمشي واحد زي عمرو السولية وهو خبرة وكابتن في الفريق ومالوش بديل، انك تمشي محمد عبد المنعم افضل مدافع في افريقيا وما تجيبش له بديل، تجيب لاعب ما يعرفش يلعب كرة اصلا، اشرف داري وعنده اصابة مزمنة، تمشي وسام ابو علي وما عندكش له بديل. كل دي الاداره الكرويه في النادي الاهلي عملتها، كل دي كوارث وليست اخطاء بتأدي للي احنا فيه دلوقتي. لازم اداره النادي الاهلي تفوق، واللعيبه لازم يبقى فيها عدل في الفريق. محمد عبد الله ما يقعدش احتياطي لطاهر محمد طاهر، حرام. قفشه لازم يمشي، طاهر يمشي، مين تاني يمشي؟ احمد نبيل كوكا، جراديشار، محمد شريف، ياسر ابراهيم، كريم فؤاد، عمر كمال، محمد الشناوي. في لعيبه كتير لازم تمشي، لازم تيجي لعيبه تانيه، لازم تيجي لعيبه عندها روح. اللعيبه ما عندهاش روح.